باغت حماه وركبوا معاه في التوك توك بعد ما استدرجوا، وراح في حتة مقطوعة ودور الضرب فيه وموت وسابه جري. بعدين حصل بقى، تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث حول العالم. أحداث هذه الحلقة جرت بقرية أبو الفوائد، مركز بلقاس، محافظة الشرقية. راجل ومراته متجوزين وعندهم بنات، وعندهم بنت بقى عندها 17-18 سنة. اتقدم لخطبتها شاب اسمه محمود الجمل، عنده 31 سنة. لما اتقدم لها هوب جوزوه للبنت على 24 قيراط. لكن الزوجة اسمها سماح عندها 40 سنة. الزوجة اللي اسمها سماح دي عندها 40 سنة، اللي هي حماة محمود الجمل. وجوزها الحاج فوزي، ده عنده 48 سنة، موظف في البترول يا سادة، موظف في البترول. فهنا طبعا لما اللي حصل بقى حصل ده، الزوج يروح ويقعد كل 15 يوم، كل شهر، ويبعت القرشين لمحمود نسيبه. محمود يعني مفتح شوية، ويا محمود ودي لأم العيال والعيال، وانت خلي بالك من مراتك. ومحمود طبعا شغال بتوك توك، يوم يشتغل وما يشتغلش، واتكل على ميسرة مين؟ حماه. يبقى هنا مرة في اتنين محمود طبعا ده بيت نسايبه، يسيب مرته هناك في الشقة وحديها ويروح هناك بيت نسايبه عند حماته. عجبته حماته. لما عجبته حماته طبعا دخلوا مع بعض في محرم الله عن طريق لسانه. حماتي دي 40 سنة. طب والله العظيم بيمين ده هو بقى انك انت اللي يشوفك ما يديك 20 سنة، ده انت اصغر من بنتك، ده انت مشيتك وحركتك بنتك ما بتمشيهاش. طب علم بنتك. ده لو في لسه في جمل كده في الدنيا. هنا الست ما كدبتش خبر، استجابت لهذا اللسان المرير. هو في ظهره حلو، لكن في مضمونه وداخله مرير، لانه هيوديها الهلاك بعد كده. استجابت له، وطبعا قالت له طب ده الكلام ده جوزي فوزي يمكن ما بيقولوش من زمان، ده مهملني ده. بدأت تشكروا الموقع، دخلوا في محرم الله، خدوا على بعض، ما عرفوش يتوبوا عن بعض. وصلت بقى الدرجة ان هو بدأ يغير عليها من جوزها. قال لها بقول لك انا اولى من جوزك، انت في المستقبل انا هطلقك منه وهطلق بنتك واتجوزك. ادي الكلام ده، الحكاية دي حكاية ما تدخلش الدماغ. ايوه قال لها كده، جوزك اليوم اللي يجي فيه ما يهوبش ناحيتك، انا بالعربي بغير عليك من جوزك. واسمعي. قالت له يا محمود. قال لها لو جه وثبت انه عمل معاك حاجة هتعرف شغلك وهموتوه لك وهيغيبوا لك من الدنيا. طبعا سماح مش متصورة ان محمود يتجن جنونه دي كليته. قال لها انا عشقتك، ده انا حتى ما بقتش اروح ناحية بنتك علشان كده، علشانك انت، ده انت مرة فظيعة، انت مش منقصاني حاجة خالص، انا ادمنتك. بالفعل فضلت الايام تمشي وتعدي لحد ما في يوم من الايام جوزها جه. حماه طبعا ده حقه الشرعي، طلبه خده. فهو رن عليها بقى بالليل، ده مين؟ ده محمود اللي واخد بنته. كلام زي الفزورة، كلام زي الفزورة. قالت له والله يعني ده جاي تعبان وخد حقه، ما فيهاش حاجة. قال لها كده يعني، طب زي بعض. يوم وتاني يوم رن عليه، يا عم الحاج فوزي تعالى نصل لحد مصلحة انا وانت كده. الراجل يا نهاري مش عاطي خيانة. يلا استناه بالتوك توك تحت، خده بالتوك توك ومشي في حتة مقطوعة على طريق الفوايد، حتة اسمها الخريجيين، ودور الضرب في الراجل والخنق فيه. وبعد ما اطمن انه مات رماه وسابه ورجع.
لا قال لمراته اللي هي الأصلانية اللي هو أبوها، ولا قال لحماته على حاجة خالص. الناس ما عادية شافت واحد مرمي وغرقان في دمه، بلغ الشرطة جت من دي. قالوا ده راجل اسمه فوزي شغال في البترول. الواد ده بعتوا جابوا مراته. جوزك لما هو غايب اليوم ولا اتنين ما قلتش ليه؟ قالت انا ما اعرفش، ده هو متعود انه بيطلع بيمشي بالشهر ما بيجيش. بدأوا يراجعوا كاميرات المراقبة والتحريات السرية، عرفوا ان الزوجة لها علاقة مع اللي واخد بنتها. جابوه، تم إلقاء القبض على محمود الجمل ده 31 سنة. تعال يا محمود. قال انا ما عملتش. قالوا لا، الكاميرات اهي وتعريتها اهي. قال والله انا لما ادمنت حماتي واعطتني اللي ما كنتش بشوفه من زوجتي اللي هي بنتها، مرة حركة ومرة ملهاش تجس والكلام ده كليته، ادمنتها لدرجة ان انا كنت بغير عليها من جوزها. فانا نبهتها مرة واثنين وعشرة، قلت لها لو جه ولمسك اتمرد عليه وتمنى عنه وما تدوش الحق الشرعي. لو جه ولمسك في يوم من الايام انا هغيبه لك من الدنيا وموته لك. هي ما صدقتنيش. في اليوم ده رنت عليها قالت والله انا ما قدرت امنع نفسي، ده جوزي ابو عيال. يبقى رنت عليه وخدته استدركته وموته، وانا مش ندمان يا بي، عشان انا كنت بحبها وكنت هطلقها واتجوزها واطلق بنتها. فضلت القضية تتداول في المحاكم والحبس الاحتياطي لحد ما القاضي اداله اعدام. حول ورقه المفتي، وبعد ما حول ورقه المفتي لأخذ الحق الشرعي والرأي الشرعي اتحكم عليه في الإعدام وعمل نقض، والنقض اترفض. لكن الزوجة جت قالت أنا معرفش حاجة وقت التحقيقات ولا شفتش حاجة. هو بالفعل الزوجة اعترفت بارتكاب واقعة الزنا، لكن اللي له الحق مين إنه يرفع قضية الزنا؟ الزوج، والزوج غاب عن الدنيا ومات، يبقى خلاص. الزوج غاب عن الدنيا ومات يبقى خلاص، اللي هيرفع مين؟ حر طليقة. لكن كل اللي عملته قرية الفوائد دي انهم طردوا الزوجة من البلد. هيقولها يا مجرمة يا خاينة انت مالكيش قعد هنا، طردوها بليلها من البلد. فانتوا برضو ناقشونا في التعليقات السادة المشاهدين، بعد ما تصلوا على رسول الله وتشتركوا على قناتنا المتواضعة قناة الإعلام الأشرف، فولوا على اليوتيوب علشان يوصلكم إشعار الحلقة فور نشرها. ناقشونا في التعليقات، شوفوا اللي عملوه أهل قرية الفوائد دي مركز بالآية الشرقية صح ولا مش صح؟ لأن النهاردة لما زوجة تكون زوجها ومع مين؟ مع اللي واخد بنتها ويحصل ده كليته، هي طلعت براءة عشان هي ما اشتركتش في القتل ولا حاجة خالص، ده واخد إعدام بشماعة ومزيكا. لكن هي لما خبت عن جوزها وعشقت اللي واخد بنتها، ده خيانة ما بعدها خيانة يا سادة. وكان جزاءها إن أهل البلد طردوها، قالوا غوري مالكيش قعد هنا، أنت مرة خاينة. وبهذا الموضوع لما شعبطت اللي واخد بنتها فيها لدرجة إن عمته خالص إن هو بقت يغير عليها من جوزها نفسه اللي هو حماه نفسه. وأنتم متصورين الواقع وصلت لحد قد إيه؟ خلته قتل الراجل اللي هو الحاج فوزي رحمه الله، لكن خد إعدام. فلتحيا القضاء الشامخ العادل. دمتم في أمان الله.